الأسبوع المقبل قد يكون الأخطر في التاريخ. روسيا تعلن الحرب على الغرب وتحرك أخطر صاروخ نووي في العالم. الجميع ينتظرون ماذا سيحدث. روسيا قد تستخدم السلاح النووي التكتيكي في أي لحظة. لقد قامت فعلا بنقل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى قاعدة عسكرية في كالينيغراد، والكثير من المسؤولين يحذرون من عواقب استفزاز روسيا وبوتين الجريح، عندما يقول القيصر فلاديمير بوتين بأن بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن النفس، ويعلن التعبئة العامة واستدعاء الاحتياط، ويلمح إلى استعداده لاستخدام السلاح النووي بكلمات واضحة. فهذا إعلان صريح لحرب عالمية ثالثة، لكن ليست تقليدية بل نووية. ومن يقول بغير ذلك لا يعرف الرئيس بوتين ولا روسيا الجديدة التي بناها عسكريا واقتصاديا. وإصراره بالتالي على الانتقام لتدمير الاتحاد السوفيتي الذي كان وما زال من أبرز خريجي مدرسته. فبوتين ليس غورباتشوف الذي باع الاتحاد السوفيتي مجانا للغرب ورفع الرايات البيضاء مسلما بالهزيمة، ولن يكون. أخطر ما جاء في خطاب الرئيس بوتين الذي ألقاه بعد عودته من قمة شنغهاي في سمرقند ولقاءه مع حليفه الصيني شي جي بينغ على هامشها، تأكيده على إجراء استفتاء سريع ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى الاتحاد الروسي، وهي دونيستك ولوغانسك وخيرسون وزابوريغا، توجد فيها مفاعلات نووية، إضافة لتسريع الجدول الزمني للهجوم الروسي المضاد على أوكرانيا بعد انتكاسة خاركيف العسكرية وانسحاب القوات الروسية المفاجئ منها. نتائج الاستفتاء في الأقاليم ال4 معروفة بل معدة مسبقا، ولكن ما هو غير معروف للكثيرين بأنه عندما تصبح هذه الأقاليم روسية الهوية والجغرافيا ستخضع للعقيدة الروسية التي تنص على حتمية الرد بالأسلحة النووية على أي هجوم تتعرض له من قبل الجيش الأوكراني أو حلف الناتو، أي أن عملية الضم ستكون محمية بالرؤوس النووية. بكل بساطة حينها يعني الهجوم على هذه الأقاليم الهجوم على روسيا نفسها، وهنا ستحدث الكارثة بصدام مباشر بين روسيا والغرب وتنتقل الحرب إلى أعلى مستوى. رئيس قناة روسيا اليوم الرسمية والمقرب جدا من الرئيس بوتين تنبأ بالسيناريو الروسي الذي كان مهيئا للرد على نكسة خاركيف، وذلك عندما قال إن هذا الأسبوع سيشهد أمرين رئيسيين لا ثالث لهما. الأول إما الانتصار الكبير والحاسم في أوكرانيا أو بدء حرب نووية غير مسبوقة، ولهذا تم إلغاء العديد من الفعاليات الترفيهية، لأن هذا الوقت ليس وقت الترفيه وإنما وقت الحرب. الجنرال سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي أعلن أن حكومة بلاده ستستدعي 300 ألف جند احتياط، أي أقل من 1% من القدرات التي يمكن استدعاؤها من مجموع 25 مليون جندي. ولهذا علينا أن نتوقع حربا ضروسا وتغييرا شاملا وجذريا في قواعد الاشتباك الروسية في حرب أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة. الرئيس بوتين بدأ يدرك جيدا أنه لا يحارب زيلينسكي وقواته في أوكرانيا، وإنما الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، لأن هزيمة قواته في خاركيف جاءت نتيجة تدفق ما قيمته عشرات المليارات من صفقات الأسلحة الحديثة والمتطورة وتوظيف أقمار صناعية وأكثر من 29 جهاز استخبارات عسكري وأمني في جميع دول حلف الناتو في خدمة الهجوم المضاد الذي استخدم في حرب إعلامية دعائية ضخمة لزعزعة أمن واستقرار روسيا الداخلي وخلق بلبلة في أوساط الرأي العام الروسي وهز ثقته برئيسه وقواته المسلحة وانقلاب الجيش ضده.
ولكن يبدو أن هذه الخطة جاءت بنتائج عكسية جدا لقراءتها الخاطئة وقصيرة النظر لرد فعل الرئيس الروسي. بالنسبة للغرب، انتصار الرئيس الروسي في حرب أوكرانيا أسهل وأرخص بكثير وأقل تكلفة من هزيمته، لأنه لا يمكن أن يقبل بهذه الهزيمة حتى لو اضطر لاستخدام أكثر من 7000 رأس نووي في ترسانته العسكرية وصواريخه الأسرع من الصوت والعابرة للقارات. ما لا تفهمه الولايات المتحدة وقيادتها أن الرئيس بوتين ليس معمر القذافي ليبيا، ولا صدام حسين العراق، ولا الملا عمر أفغانستان، وإن روسيا اليوم ليست روسيا المهزومة على أيدي حرب المجاهدين الأفغان بالإنابة في أفغانستان. العالم كله يقف الآن على حافة الدمار الشامل بسبب رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تركيع روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية وحرب الاستنزاف، وناسيا أو متناسيا أن هذه العقوبات التي فشلت في إيران والصين وفنزويلا لا يمكن أن تنجح في روسيا. لا بديل عن المفاوضات وتخلي أمريكا عن غطرستها وغرورها وتحرك الحكماء في أوروبا لنزع فتيل الحرب النووية وبأسرع وقت ممكن، لأنهم وبلادهم وشعوبهم سيكونون أبرز ضحايا أي حرب نووية قادمة، وتبدو شبه مؤكدة بالنظر إلى التطورات المتسارعة على الأرض، خاصة وأن روسيا نقلت صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى كالينينغراد. أما فلاديمير ديكتيار الرئيس التنفيذي لشركة GSC التي صنعت الشيطان 2 فقد قال أن هذا الصاروخ المرعب ليس له مثيل في العالم. هذا الصاروخ هو الذي تهدد به روسيا بريطانيا وحتى أمريكا. ووجدت دراسة أجرتها جامعة رودغارز أن الحرب النووية بين الولايات المتحدة وروسيا ستؤدي إلى موت ثلثي سكان الأرض جوعا في غضون عامين. سوف يموت 5 مليارات شخص في المقام الأول نتيجة للانفجارات النووية التي تسبب جحيما ضخما يضخ السخام في الغلاف الجوي الذي يحجب الشمس ويدمر المحاصيل. بكل بساطة الحرب النووية ليست في صالح أي أحد، لكن يبدو أن صانعي القرار الذين يجلسون في مكان سري حول مائدة مستديرة يريدونها نووية. لقد هيئوا ملاجئهم تحت الأرض لكي يعيشوا هناك لعدة أشهر بعد حدوث الدمار الشامل، ظنا منهم أن ذلك سيحميهم، لكن مهما حاولوا فإنه لن يحدث سوى ما هو تحت إرادة الله تعالى. وإذا كان مقدر أن تكون هناك حرب نووية فلا مفر منها. إلى هنا انتهت حلقتنا، دمتم بخير وإلى اللقاء.